لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أريد أن أرد في هذه الصوتية على يوسف عبد السميع الذي صال وجال في بحار الجهل والجبن، وراح يقول مصطلح من الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله وطيب ثراه، إمام السنة وإمام المجاهدين في هذا العصر، ويقول مصطلح منه ويفرح بموته، ويقول نفرح بموته، معتليا التيك توك والفيسبوك، وبدع من أهل البدع والضلال لصفحاته. قد يعتلي ظهر الجياد ذباب، ويقود أسراب الصقور غراب، ويسود رجافا بمحفل قومه، وعليه من حلل النفاق ثياب، وترى الأسافل قد تعالى مجدهم، والحر يعزل ما لديه من صحاب. هذا الأفاك الناعق يوسف عبد السميع على الجزائريين أن يحذروا منه، فهو من أهل الفتن، وهو تلميذ علي بن الحاج، يجالس علي بن الحاج ويسمع منه، ورأيناه كيف كان يخرج في الحراك مستغلا هذا الظرف العصيب جدا ليهتف لعلي بن الحاج، الشيخ الفتنة الذي كان سببا في قتل أكثر من 100,000 جزائري، والدماء التي سالت بسببه. فهذا يذهب إليه ويهتف في الحراك، والبلاد كانت على شفا حفرة من في الحراك، كما أيضا في الحراك وفي هذا الظرف الصعب جدا راح يهاجم قائد الأركان ووزير الدفاع والآمر والناهي، بما أن الرئيس قد تم خلعه، كان هو الآمر والناهي القائد صالح رحمه الله. راح يوسف عبد السميع يهتف ويهاجمه. فاحذروا أيها الجزائريين، فهذا تلميذ علي بن الحاج، وهو يتكلم بلسان تلميذ علي بن الحاج، وهو يتكلم بلسان علي بن الحاج. احذروه ولا تسمعوا لهم. وهم يحقدون على الشيخ ربيع حفظه رحمه الله، لأنه عدو للإرهاب وعدو لأهل البدع، ويأمر الناس بالطاعة ولي الأمر، يدعو إلى طاعة ولي الأمر كما أمر الله عز وجل، وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يأمر بطاعة الحاكم. وهؤلاء يريدون تخريب الدول العربية والإسلامية، يريدون الفوضى والمظاهرات، والشيخ ربيع حفظه الله رحمه الله لا يجيز المظاهرات ولا يجيز الخروج عن الحاكم، لذلك يحقدون عليه يحقدون عليه ويفرحون بموت هذا العالم الكبير رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يجعله من أهل الفردوس. وكيف لكم أن تفرحوا يا عبد السميع، وكيف لك أن تستريح؟ والشيخ ربيع ليس وحيدا، لديه إخوة، ترك لكم إخوة، كيف تستريحون يا أهل البدع والضلال وتفرحون بموت الشيخ ربيع وقد ترك لكم إخوة؟ ترك لكم الشيخ فركوس والفوزان، وترك لكم البدر والرسلان وغيرهما من علماء السنة، وترك لكم الآلاف ممن جلسوه وتعلموا من علمه، والملايين من شباب ورجال الأمة الذين يتتلمذون على كتبه ويأخذون من فتواه. كيف لكم أن تستريحوا يا عبد السميع وقد ترك هذا العالم الكبير الرباني رحمه الله ترك 15 تحديث، 15 مجلد، 15 تحديث في العقيدة وغيرها، والإمام مسلم وغيره، وترك 49 زهاد، 49 مؤلف. كل هذه الأوراق والصفحات التي تجلدك يا عبد السميع جلدا إلى أن توارى الترى، أنت وهؤلاء أهل البدع جميعا. لا تأسفن على غدر الزمان، إن رقصت على جثة الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب، تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وذو جهل قد ينام على حرير، وذو علم
مفارشه التراب، فأنتم يعني تفرحون يعني بموته، وقد ترك لكم يعني الفتاوى التي يعني تجلدكم جلدا، وعلى قدر يعني الجلد يكون الصياح، فكيف تفرحون؟ فهؤلاء يعني أهل البدع وأهل الضلال يعني يحقدون على هذا الشيخ الذي يعني جاهد في أفغانستان، جاهد ضد الاتحاد السوفيتي سابقا يعني، وجاهد بالسيف والقلم رحمه الله، وقد يعني كان له دور كبير يعني في دحر الفتن في البلدان العربية والإسلامية، ويأمر الناس بطاعة ولي الأمر. وهؤلاء يدعون الناس إلى الخروج على ولي الأمر وتدمير الدول كما فعلوا في ليبيا وغيرها من البلدان التي أرادوا أن يدمروها، وأرادوا أن يدمروا الجزائر، والحمد لله حفظها الله. فهؤلاء احذروا هذا يوسف عبد السميع الناعق الذي يتكلم بلسان جبهة الإنقاذ المنحلة التي حلها الله عز وجل، ويعني وقسم ظهر الإرهابيين، فهذا يتكلم بلسانهم يعني ويخرج في الحراك. رأيناه كيف يهتف ضد القايد صالح رحمه الله، ويهتف لعلي بن الحاج، يعني يأخذه الحنين إلى زمن الماضي، والحمد لله الذي دحر الإرهاب ودحر يعني هؤلاء أهل البدع والضلال. يحقدون على هذا الشيخ، وهو شيخنا رحمه الله، وهو إمام السنة وإمام المجاهدين في هذا العصر، شئتم أم أبيتم. والسنة يعني ستعلو أرض الجزائر وغيرها من البلدان الإسلامية في العالم بعز عزيز أو بذل ذليل، والبدعة ستندثر من أرض الجزائر ومن غيرها من البلدان العربية والإسلامية ومن بلدان العالم، شئتم أم أبيتم. ونسأل الله أن يرحم شيخنا رحمه الله الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، يعني ونقول يعني علمتنا يا شيخنا أن طلب العلم بلا عقد، وأن التصدي لأهل البدع والضلال قد حان. من عاش لله يا يوسف عبد السميع، من عاش لله لا من عاش مضطربا في فرش أهل البدع والضلال ذلا وإدعانا، شتان بينهما يا قومنا شتانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.